مقام. الرواية الأخيرة يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق أيضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى، هنيئا مبارك، نجاة يعني، طوبى طوبى لمن أدرك قائمنا أهل البيت، طوبى لمن أدرك قائمنا من أهل البيت أو قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته، يعني يمشي خلف هذا الإمام، يعني يمشي بمعنى يعتقد بهذا الإمام، يعني بمعنى يسير بنهج الإمام، يعني معنى يلتحق بمن يلتحق بالإمام، وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه. إيش قال النبي؟ ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه. زين شنو يا رسول الله؟ ايش راح يحصل من يثبت على الإمام في هذا الزمن؟ قال: ذلك من رفقائي وذوي مودتي. النبي يقول هذا من رفقائي، يعني مسألة مو مسألة طبيعية، مسألة عظيمة. ذلك من رفقائي وأهل مودتي، اسمع، وأكرم أمتي علي يوم القيامة. والارتباط بالدعاء مع الإمام عليه السلام، تحب أولياءه تعادي أعداءه، مو على أساس انتماء وهيئة ومذهب وما شاء الله، لا، مسألة أعمق مع الإمام وأكبر. لذلك نحن نسأل الله عز وجل في غيبة الإمام الثبات على إمامته، ونسأل الله عز وجل في غيبة الإمام أن نكون من المرتبطين بالإمام. مسألة أخواني مهمة بحيث تصل أهميتها، قلت بالبداية الحديث، إما إلى الخسارة أو إلى النجاة. اللهم اجعلنا ممن ينجو مع الإمام. اللهم صل على ولي أمرك القائم، حتى نعرف ليش الأدعية دائما تكرس حالة الدعاء. يقول هذا ثواب الحشر مع النبي، ثبات. اللهم صل على ولي أمرك القائم والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس